تغييرات في امتحان الجنسية الأمريكية وال H1B فيزا العمالة الماهرة للولايات المتحدة الأمريكية. ايه اللي بيحصل؟ إدارة الرئيس دونالد ترامب مش عاجبها وضع ال H1B فيزا أو الفيزا الخاصة بالعمالة الماهرة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. شايفة إن بيتم الاختيار عشوائيا من الناس، وده بيدي فرصة لناس تيجي تنافس في سوق العمل الأمريكان الموجودين في البلد في أعمالهم وأشغالهم بأجور أقل. فهم عايزين يخلوا فيه معايير في الاختيارات بتاعة الناس عشان يتم جلب بس العمالة الماهرة جدا اللي مش موجودة في البلد، واللي كمان مش هتبقى أجورهم قليلة. طبعا أغلب اللي بيحصلوا على الفيزا ديت في الفترة الحالية الناس بتبقى في الغالب من الهند أو الصين. نيجي بقى لامتحان الجنسية الأمريكية. امتحان الجنسية الأمريكية هم شايفين إن هو أسهل من اللازم. الامتحان بيكون عبارة عن كذا جزء. في جزء خاص باللغة الإنجليزية، يعني بيديك جملة تقراها وجملة تانية تكتبها، وطبعا على حسب فهمك للكلام في خلال المقابلة. تاني جزء وده المهم اللي هو الخاص بالسيفيك كويشنز أو أسئلة التاريخ الأمريكي. الأسئلة ديت مهمة، والأسئلة ديت كانت بتبقى 100 سؤال أنت بتذاكرهم، بيختاروا منهم 10 فقط في الامتحان. لو جاوبت على 6 بتنجح. هم عايزين يزودوا الأسئلة ديت، وفي نفس الوقت هتركز على المبادئ الأمريكية والتاريخ الأمريكي الاتنين. الجزء الثالث واللي الناس كلها عارفاه واللي كان حصل فيه تغيير بسيط في الفترة اللي فاتت اللي هو خاص بأسئلة اليس والنو، اللي انت المفروض تبقى فاهم هي الأسئلة دي بتتكلم عن ايه. لو حد عامل جرائم او عنده اي مشاكل او مرتبط بجامعات او حاجات زي كده. ده مش الجزء اللي هما بيتكلموا ان هما عايزين يصعبوه. الموضوع لسه مقترح، الموضوع لسه ما تمش، الموضوع مش معناه ان الامتحان هيتغير مثلا النهارده او بكره او بعده. لسه مش عارفين امتى هيحصل، وهيتم الاعلان قبلها بفتره كافيه عشان الناس تبقى عارفه قبل ما تدخل الامتحان بتاعها. تحياتنا للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامه.